18/11/2023. والحجة أن هناك خطأ تقني حال دون توصلنا بالمراسلة، وهذا في حد ذاته منافيا للقوانين الجارية بالعمل والتي للبطولة الوطنية. إذا لنراهن ونشتغل جميعا يد في يد. كذلك نشكر الإدارة التقنية على العمل اللي قامت به، لا في إطار التكوين وفي إطار التأطير والمتابعة، اللي قدرت تكون لنا واحد العدد مهم من الأطر، واحد العدد. دور كرة السلة للنجوم ديال الصعيد الوطني للبطولة وكذلك نتائج المنتخبات الوطنية. أولا من أحسن البطولات النتائج ديال ولا المستوى ديال كرة السلة اللي ارتفع هذا الموسم، اللي عطى النتيجة ديالو عودة الجماهير قاعات، دليل على أن المقابلة وما هذا الرقم صعب لأول مرة في تاريخ باش توصل له، ولكن الاعترافات الدوليه وعند المقابله انه كان اول جمهور عالميا. اذا هذا شرف لنا وشرف لكره السله. كذلك ماشي كنشوفوا كم واحد الخميس كاين قاعات ديال الزياسه ديال طنجه ولا الريف الفاسي ولا كوكب مراكشي ولا نادي الكناسي وزعما التصويره اللي عندهم الجمهور حتى هما والنادي الاخرى. الانديه كلها هذا فرجع الى الواحد المستوى رجع الكره الوطنيه. بالنسبه للنتائج المنتخبات، شفتوا المنتخب الاول اللي حصل على البطوله الافريقيه، بالنسبه للسيدات اللي حصل على الرتبه الثانيه عربيه، الاستاذه سكينه اللي قدروا انهم يحصلوا الرتبه الثانيه، وكذلك تاهيل الكره السله الى كاس العالم الاول في تاريخ كره السله بعد حصولها المرتبه الثالثه. هادشي كيرجع لواحد العمل جبار اللي قامت به الاداره التنفيذيه مشاركه مع الجامعه الملكيه اللي عطاو صراحه الاداره العمل جبار تكون واحد العمل كبير مؤثر. نقدر نسطر الاستراتيجيه التقنيه لا للبطوله الوطنيه ولا للمنتخبات اللي عطاو النتائج ديالهم في الاونه الاخيره، ومازال قدامنا هذا الموسم باش نقدروا نعطيو نتائج جديده اللي غتعطي لواحد النجوم واحد العالم ديال كره السله. وان شاء الله الا ربنا لا قوه باسكيت غتكون هناك علامات اللي عدل على ان العمل اللي قام به المديرين والاداره التقنيه ولا جميع الانديه توصل للمبتغى ديالها. السيد احمد جارف عضو، السي عبد المنعم العرج مقرر. شكون اللي كيرفض هذا التصويت على هذه اللجنه؟ كلشي دايز بالاجماع. الله يسهل. موزع على كومبيتيسيون ناسيونال 4,615,000 درهم. Préparation et participation des équipes nationales